القهوة ما بتحب العجلة. كتير ناس بتحب القهوة، بس مو الكل بيعرف إنه في تفاصيل صغيرة ممكن تغير الطعم كلياً. واليوم رح نحكي عن أشهر الأخطاء يلي بنعملها ونحن عم نحضر القهوة وكيف نصلحها. أول غلط هو المي السخنة. في ناس بيغلطوا بيعملوا هالشي، بس السر بالمي باردة، لأنه لما تغلي القهوة ببطء بتخلي الزيوت العطرية بتدوب وتبين النكهة الأصلية. الخطأ الثاني هو تحريك القهوة بعد الغليان. ذكرناها من قبل بس منأكد عليها، لا تحركها. ليش؟ لأنه التحريك بيكسر الرغوة وبيخلي القهوة تطلع مرة وطعمها محروق. الخطأ الثالث هو النار القوية. القهوة ما بتحب العجلة. نار قوية بيحترق البن، طعم مرارة. خلي النار هادية وخلي القهوة تتنفس على مهلها. الخطأ الرابع الغلي المكرر. في ناس بتفكر بأنه إذا غلوا القهوة مرتين 3 بصير طعمها أقوى، ولكن الحقيقة بأنه القهوة تفقد نكهتها، بتصير تقيلة ومو متوازنة. وأخيراً اختيار البن، لأنه مو أي بن بينفع، لازم يكون مطحون ناعم جداً وطازج ومختارين حباته بعناية. وهون بيجي بن حسين، بن مطحون بدقة ومحمص بعناية ليعطيك النكهة الأصلية بدون تعب. القهوة مو بس وصفة، القهوة طقس كامل وكل تفصيل فيها بيصنع فرق. وهلأ خبرونا بصراحة، شو أكتر غلطة كنتوا تعملوها أثناء تحضير القهوة قبل ما تعرفوا الصح؟ خبرونا رأيكم بالتعليقات. وهيك بيكون خلص فنجاننا لليوم. استنونا بكرة بفنجان جديد، وشكراً على المشاهدة.